طبعا الحمد لله طبعا احنا النهارده طبعا جايين لفريق قوي، فريق في طبعا في نفس الملعب بتاع الاسماعيلي. طبعا من حظنا ان كان من غير جماهير. طبعا الحمد لله طبعا احنا مركزين ان احنا ناخد 3 بونت النهارده، لان احنا يعني بننافس، يعني عايزين ننافس. يعني طموحات اي فرقه عايزه تنافس في المربع الذهبي او مركز ثالث او مركز ثاني او اول ما يعني على حسب الروح بتاعت الفرقه. طبعا الحمد لله طبعا ان احنا خدنا بونت ما خسرناش الحمد لله. احنا قلنا لبعضينا يعني ان احنا لو ما كسبناش ما نخسرش. كابتن، كنتوا ترجعوا بورسعيد النهارده من اسماعيليه بالثلاثه بونت، ولا انتوا كنتوا حاسين ان نتيجه ان انتوا ترجعوا بنقطه دي حاجه برضو ايجابيه بالنسبه؟ والله بص، احنا بننزل حاطين، يعني احنا عامله فرقه مش قليله، في لعيبه كبيره وفي لعيبه ليها اسامي، فمش هننزل خايفين من فرقه حامله. بننزل على 3 بونت، ما جاتش 3 بونت نحاول ناخد بونت، بس اهم حاجه ما نخسرش يعني. الحمد لله طبعا عملنا ماتش كويس الحمد لله. بغض النظر طبعا عن المشاكل اللي حصلت في اول الماتش، ده شيء وارد. احنا جايين وعارفين طبعا ان جمهور النادي الاسماعيلي طبعا جمهور كبير وبيحب فرقته ونفسه اللي هو يكون موجود، فده شعور اي حد، واحنا مقدرين الكلام ده وما كانش في عندنا اي مشاكل. وجايين كابتن حسام والكابتن ابراهيم والجهاز الفني مهيئنا نفسيا للماتش وكده. بس لكن الحمد لله احنا النهارده كنا يمكن احسن شويه، يمكن على فترات النادي الاسماعيلي كان بيمسك الكره شويه خصوصا في نص الملعب، بس الحمد لله يعني كابتن حسام قدر اللي هو يقرا الماتش بشكل كويس. في نفس الوقت يعني يمكن ضيعنا فرص كتير، وبرده النادي الاسماعيلي ضيع فرص كتيره، وانا شايف ان هي نتيجه ايجابيه لسبب احنا ما بنلعبش فريق قليل، لا احنا بنلعب فرقه كبيره جدا. فرقه النادي الاسماعيلي عندها نجوم وناس في منتخب مصر، ويمكن طبعا غياب كابتن حسني عبد ربه في الشوط الاول كان مؤثر عليه شويه، اما نزل الشوط الثاني اداهم اضافه كبيره، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نكون متماسكين. في احد راي مباراه، ما فيش حاجه اسمها مباراه بدون جمهور، بتبقى وحشه على الفرقتين، تحس ان انت مش مستمتع كوره. بالنسبه لنا كنا جايين مركزين ان احنا ناخد 3 بونت في النادي الاسماعيلي. طبعا لو مفيش نصيب ناخد بونت كويس، احنا ماشيين كويس بقالنا الفتره اللي فاتت، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتش الجاي، وعندنا ماتش صعب قدام الاهلي ربنا يكرمنا فيه. ومبروك للفرقتين النقطه، وان شاء الله حظ اوفر لينا في المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله. مباراه الاهلي اللي جايه كابتن شايفها ازاي؟ صعبه، انت بتلعب يعتبر يعني النادي الاهلي هو المنافس على الدوري طبعا مع نادي الزمالك، بس بتلعب في ملعبك، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ماتش الاهلي وهنكسب باذن الله ان شاء الله، ونفرح جمهور بورسعيد باذن الله. والله يعني هقول لك ايه، هو كل يعني انا قلت كل مدرب ليه طريقته وكل مدرب مقتنع بطريقته. احنا دايما بنحاول نطبق فكر المدرب اللي موجود معانا. يعني كابتن حسام بيحاول ان هو يدينا دايما روح، ودايما بيدينا اصرار ان انت لازم تكسب، وان انت لازم تحاول مهما كان لاخر دقيقه في المباراه. حتى ماتش انبي يعني احنا كسبنا في الدقيقه 90، اللعيبه كلها حاولت واصرت لحد اخر دقيقه. والنهارده برضه زي ما انت شايف كان ممكن في الاخر برضه كان ممكن نجيب جون واثنين، بس الحمد لله يعني روح جديده وشكل جديد ان شاء الله يستمر باذن الله. بتلعب نادي الاسماعيلي في ملعبه، احسن فرقه في مصر بتلعب كوره، الواحد بيستمتع بيلعب قدامها وهو بيتفرج عليها. لما تقول لسه في ملعبه ووسط جمهوره، لكن طبعا النهارده معلش، هو الماتش اصلا من غير جمهور طبعا ما بقاش ليها طعم. بس انت بتلعب احسن فرقه في مصر بتلعب كوره، لما تاخد منها بونت في ملعبها دي حاجه كويسه. كابتن، يعني مباراه الاهلي اللي جايه بالنسبه لكم ازاي، وانتوا دلوقتي 4 بونت من انبي ومن الاسماعيلي، اكيد هيبقى الدافع بالنسبه لكم لتحقيق نتيجه ايجابيه امام الاهلي؟ فرقه الاهلي طبعا فرقه تحترم، وفرقه ليها يعني من افضل فرق في افريقيا طبعا. بس احنا كمان فرقه المصري السنه دي فرقه كويسه جدا، هنستعد للماتش كويس ان شاء الله، وان شاء الله اللي في الخير يقدمه ربنا باذن الله ان شاء الله. العفو. الكابتن عبد العزيز توفيق لاعب النادي المصري، يعني شايفك سعيد النهارده بالنقطه كمان؟ طبعا هو بالنسبه للنقطه طبعا مكسب كبير جدا لينا على ارض النادي الاسماعيلي في وسط الاجواء اللي موجوده. يمكن احنا جايين امبارح من السفر بصراحه، جايين يعني متامنين من طلعتنا من بورسعيد، يعني كمان عايزين النقطه. لا مش عايزين النقطه، احنا جايين نلعب على المكسب. عموما احنا جايين نلعب على المكسب بعد الفوز على فرقه كبيره زي فرقه انبي. طبعا يمكن كسبانه الزمالك الماتش اللي فات، فطبيعي ان انت فرقه كبيره دلوقتي فانت جاي تلعب على المكسب. بس طبعا كانت حاجه كويسه لينا ان الاسماعيلي النهارده بيلعب بدون جمهور، دي طبعا برده كان حافز لينا، لان طبعا كان هيحصل مشاكل، ورغم كده كان الجمهور دخل النهارده وكان هيحصل مشاكل. فاحنا الحمد لله طبعا بونت النهارده ده حاجه كويسه لينا جدا. من احسن الفرق اللي موجوده يعني، بينافس على البطوله، ومن الفرق المرشحه في ملعبه ومكتمل الصفوف. النادي الاسماعيلي مكتمل الصفوف، فانا حاسس يعني كنت طبعا الحمد لله على كل حاجه. كنت بتمنى 3 نقط، لكن التعادل مع الاسماعيلي واحنا باداء كويس بالنسبه لنا وفرص اخطر، وكان ممكن على الاقل المباراه كانت ممكن تخلص في الكره الاخيره، رغم ان لينا فرص في الشوط الاولاني وفي الشوط الثاني. وطبعا مش هتكلم على التحكيم اكتر من هنا، كان في ممكن لمستين يد في الشوط الاولاني، كانت ممكن تحسب واحده منهم بنالتي على معتصم،
وكورتين تقريبا على معتصم. لكن انا بقول ان الكابتن حمدي شعبان عمل ماتش كويس، ولكن الكورتين اللي جت في ايد معتصم كان ممكن يغيروا نتيجه المباراه، زائد الفرصه الاخيره بتاعت مؤمن كانت ممكن تبقى فيه. لكن انا بقول في ظل بتلعب مع الاسماعيلي مكتمل الصفوف، وانا عندي اصابات كتير قبل الماتش واثناء الماتش، فبشكر لعيبه على ادائهم. كابتن حسام، مباراه الاهلي حضرتك شايفها ازاي ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله احنا لسه بنخلص النهارده، لكن انا زي ما انت شايف ان الحمد لله، يعني الحمد لله على يعني اللي كاتبه ربنا. يعني قابلت انبي، الاسماعيلي، الاهلي، وبعد كده المقصه. 3 فرق يخلصوا على اي حد. لا ان شاء الله احنا نخلص ان شاء الله. كابتن حسام، يعني النهارده دخول الجماهير ودخولهم ارض الملعب، هل حضرتك شايف ان دي الحته الجماهيريه دي ممكن تكون عملت بعض التاثير على اللعيبه في الملعب، ولا حضرتك شايفها ازاي؟ صراحة والله وارد ان في الظروف دي بتحصل اي حاجه، لكن انا عارف ان جمهور الاسماعيلي وجمهور زي جمهور مصر والاهلي والزمالك الجماهير المحترمه جدا اللي بتعشق فرق وبتعشق. اتمنى انهم يكونوا موجودين النهارده بصراحه كده. بص، جماهير الاسماعيلي وزي ما قلت لك والمصري والزمالك والاهلي والجماهير كلها بتاع مصر لما تكون موجوده وبتشجع وبتعمل شكل كويس بتزود المستوى الفني، بتغلي الدوري المصري. فان شاء الله انا الجمهور الاسماعيلي معروف من الناس الجماهير اللي هي مدعمه للفريق وبتفرق معاها، زي الجمهور المصري معانا مباراه انبي اللي فاتت. الناس بتعمل الف حساب لجماهير المصري والاسماعيلي في ملعبه، فبالتالي ان شاء الله اتمنى ان جماهير الاسماعيلي تكون متواجده باستمرار، ويبقى خلاص نهدى بقى، كل الجماهير تهدى وتشجع وتعمل المنظر الحلو اللي بيحصل ده. في النهايه يا كابتن، قبل ما اختم مع حضرتك، من 3 شهور كنا بنعمل لقاء مع حضرتك وحضرتك مدير فني الاسماعيلي، وحاليا بس هي دي الكوره يا كابتن، يعني من في نفس المكان كنت حضرتك بتتكلم على الاسماعيلي وحاليا حضرتك الحمد لله، طالما ربنا بيديني حاجه متهيألي صعب ان يحصل عليها مدرب ان هو يدرب احسن فرق، احسن 3 فرق في الدوري المصري، او احسن 3 في تاريخ الكره المصريه، الزمالك والاسماعيلي والمصري، وطبعا معاهم النادي الاهلي، يعني اقوى 4 فرق. ان انت تدرب 3 فرق منهم يبقى انت في ثقه فيك. وكنا نتمنى نعمل حاجه للاسماعيلي، لكن طبعا اراده ربنا وبالتوفيق للجهاز اللي موجود.